ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندي يوم كارثي. كارثي بمعنى كارثي. طبعا شايفين الريسبشن عامل ازاي. احنا كنا قاعدين ولا على البال ولا على الخاطر. لقيت بقى المدرسة بتاعة الولاد بتتصل بيا بتقولي ده انا نص ساعة واكون عندك، واحنا ما كانش عندنا اصلا درس. فطبعا انا ما كنتش عاملة حسابي. طب اعمل ايه؟ والريسبشن زي ما احنا شايفين كده. طبعا الولاد كانوا جايين من المدرسة. طبعا اول ما لقوا الجو حر شوية جابوا المروحة شغلوها. طبعا هما مش بيقعدوا في اوضتهم، يعني اوضتهم دي للنوم بس. بيذاكروا وياكلوا ويعيشوا حياتهم كلها في الريسبشن. فطبعا زي ما احنا شايفين كده متبهدل خالص. فطبعا كان لازم يعني اشيله كله، لازم افوره لان هي نص ساعة وهتبقى عندي، انا مش عارفة اعمل ايه. قلت بقى لا، لازم اقوم اخلص طبعا الريسبشن ده واخليه شمعة. مينفعش تيجي وتلاقي البيت عامل كده، لان هي اساسا بتديهم الدرس في الريسبشن. فطبعا قلت لا، افور كده. بدأت الاول بالركنة بتاعتي لان دي كانت بايظة خالص. انا بفرش عليها زي ما انتوا شايفين كده كفرات. طبعا قلت اشيلها مع ان هي يعني والله ما قعدتش كتير، بس انا دايما من وقت للتاني بحب اغيرها عشان تبقى نظيفة. وفرشت كفرات تانية كده على كافيه. تمام. ورصيت كده المخدات زي ما احنا شايفين. على فكرة يا بنات، المخدات دي من وقت للتاني انا لازم اطلعها تتشمس، لان طبعا الولاد واحنا بنقعدوا عليها نناموا عليها. لان هنا الشاشة محطوطة في الأوضة دي. المفرش ده انا بحبه قوي، بحبه قوي قوي، بيدي شكل تحفة في الركنة بتاعتي. بس شكله اللهم بارك، ولونه على رصاصي ماشي يعني مع الالوان بتاعة الركنة. والركنة دي ان شاء الله يا بنات انا زوجي اللي عاملها من الالف للياء. هو يعني هو اساسا مش دي شغلته، بس هو اللي انا حبيتها. لان انا كان عندي انتريه، قال لي لا طالما انت عايزه الركنه انا هعملها لك. وهو شغل فيديوهات وعملها زي ما انتم شايفين، طلعت معاك كده. وعايزه اقول لكم مستحملانه يعني ايه، الحمد لله. فان شاء الله ناويه ان انا انجدها واغير لونها، وان شاء الله نبقى مع بعض وننزل مع بعض نشتري القماش ونختاره مع بعض، اخد رايكم فيه عشان اغيرها. طبعا هنا الكنبة بتاعت الانتريه بتاعتي برضو قلت انفضها، لان الاوضه دي طبعا فيها بلكونه وعلى الشارع. فدايما انا كنت لسه منمعه والله معاكم، بس طبعا هي لازم تتطرب، لان انا زي ما قلت لكم انا ساكنه على شارع عمومي، فالحاجه عندي على طول متطرب. قلت الحق نفسي بقى كده بسرعه. ودي الترابيزه برضو بيبقى عليها ديكورات. انا الاول هي بنفض الازاز وانفض، مع ان كل ده انا عاملاه برضو والله، بس لازم برضو ايه تنظيفه كده سريعه. الترابيزه بتاعتي دي همسح كل اللي عليها. طبعا ده طقم كونكريت كنت قايله لكم عليه، انا بحبه قوي، بيبقى هادي كده وشكله حلو في الريسبشن. وكتب الديكور كل حاجه بقى ايه هشيلها لمعها كده بسرعه. والمفارش لان هي طبعا لما تطلع لازم، يعني عودي نفسك اي ضيف يجيلك لازم بيتك ده يكون بيبرق، يكون شمعة. تمام. وانا الحمد لله كنت الاوض الحمد لله كنت مروقاها، لان زي ما قلت لكم الاوض احنا بنخش عليها على النوم بس. فكانت بقوم من النوم لازم اساوي السراير او اشمس او كده. مش بشمس كل يوم بصراحة يعني، بس من وقت للتاني يعني ممكن كل يومين تلاتة الاقي الشمس حلوة اشمس. فكنت انا مروقاها ومقفلاها، والحمد لله كنت مروقه المطبخ. هاجي هنا للارض، انا بحب اشفط الارض الاول من اي بقى تراب من اي حاجه، لان انا كنت لسه برضو مسيئه من قريب. هبتدي بقى كده يا بنات اشفط كده. انا بحب اخلع المكنسة من تحت كده عشان بالخرطوم ده الرفيع ادخل تحت الكنب، ادخل في الحتت الصغننه دي يجيب لي كل التراب اللي فيها. فهنا هكنسها كويس قوي، مش هخلي عليها اي حاجه. وبعد كده بقى ايه هبتدي اخدها برضو ايه مسحه حلوه. المساحه دي حلوه قوي، بتلم معاكي كل حاجه. يعني انا زي ما انتم شايفين كده، لان عندي تحت الكنبه ده عالي سيراميك باين، فبحب الدنيا بتلمع كده. بعد ما بكنس تلاقيني ايه مسحت كل السيراميك اللي باين العريان، بمسحه. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير وتدعموني. فين الاشتراكات يا قمر؟ انا عايزه يعني احس كده ان انا مش بكلم نفسي، احس ان انا ليا حبايبي وليا عيلتي التانية. تشجعوني كده، تكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات من النوع دي، عايزين ننزلوا مع بعض نشتروا حاجات لما اروح السوبر ماركت لما اروح السوق. شاركوني كده يا حبايبي في التعليقات وقولولي. واتمنى اللي يتفرج على الفيديوهات بتاعتي يشترك عشان خاطر تشجعوني والمحتوى بتاعي باذن الله والقناه تكبر.
ونكبر مع بعض بإذن الله. هنا بقى كنت قفلت اول جزء في الريسبشن. الريسبشن بتاعي 3 قطع. اول جزء كده كنت قفلته وخلصته الحمد لله، عشان المدرسة تيجي تلاقي البيت زي الفل. خش بقى على الكارثة التانية دي، السفرة طبعا اللي عليها مذاكرة، وانا نفسي نخلص امتحانات. نفسي، حاسة ان السنة دي طويلة جدا، ويا ترى انا بس لوحدي كده ولا كلنا كده؟ السنة بجد دراسية طويلة جدا، ولسه عطينا قرار حلو للدراسة. السنة الجاية هتبقى وقتها اكبر، فربنا يقوينا بقى ويقوي ولادنا. طبعا جم بقى زي ما انتم شايفين كده، حاطين الشنط بقى والكتب، ومش قادرة اقول لكم يعني. اكيد يا ريت يعني تقولي انا كده لوحدي ولا كل ولادنا كده. انا هو بحاول ان انا افضي طبعا، لان هما الدرس بياخدوه في الاوضه دي، بياخدوه على السفره. فقلت انفض بقى الكراسي كده. انا كنت على فكره منمعاها، والكفرات دي انا جايباها حلوه قوي. بنصحكم ان انتوا تجيبوها. بصوا بتتلبس بكل سهوله في الكرسي، بحيث ان هي بتحملك الكرسي، لان السفره دي طبعا انتوا عارفين احنا بناكل عليها، بيذاكروا عليها، فطبعا يعني اكتر مكان بيتبهدل. والكراسي بتاعتك سواء فاتحة سواء غامقة برضو هتتبهدل. فالافضل ان انتي الكفرات دي حلوة قوي وسعرها بسيط، ومتهيألي منتشرة يعني دلوقتي قوي. انا جايبة 3 الوان في السفرة دي. جايبة الرصاصي الفاتح، وجايبة السيلفر، وجايبة لون الكافيه. انا السفرة بتاعتي 6 كراسي، فجايبة ايه الالوان اللي انا وريتها لكم ده. تمام. هبتدي بقى اشيل الكتب كده. هشيلها بقى، مع انه هم عندهم مكتب جوه، بس زي ما قلت لكم هم بيخشوا الاوض بتاعتهم ضيوف. البهدله كلها طبعا ايه موجوده عندي هنا، فالحمد لله يعني. ربنا يدينا الصحه ويقوينا عليهم. بس اهم حاجه يا رب يجي فايده وينجح ولادنا جميعا يا رب، ويجعل تعبهم وتعبنا باذن الله بفايده باذن الله، ينجح كل اولادنا. لان احنا عارفين طبعا الدراسة ما بقتش سهلة زي الاول. الدراسة صعبة جدا، وربنا يقوينا عليهم يعني. انا زي ما قلت لكم عندي يوسف في تانية اعدادي، ويارا في اولى اعدادي، وربنا يقويهم ويقوينا. المنهج مش سهل فعلا، عايز شغل وعايز مذاكرة، وطبعا يعني المشكلة اللي الدروس واخدة وقتنا كله. الملمع اللي انا بلمع بيه ده انا كنت عاملاه طبعا قبل كده معاكم فيديو، اللي حابب وما اتفرجش عليه يتفرج. عايزه اقول لكم انا معتمداه في كل حاجه، هو بصراحه ممتاز. خلاص انا لمعت بقى الترابيزه اللي هم هيدرسوا عليها، المدرسه هتيجي تدرس عليها. وكان عايزه اقول لكم خلاص ميعادها قرب، وانا ايه حاطه ايدي على قلبي كل شويه عماله ابص على الساعه. بس الحمد لله الحمد لله خلصت قبل هي ما تيجي. لازم تيجي زي ما قلت لكم تلاقي الدنيا كلها نظيفه، مينفعش تيجي تلاقي الدنيا متبهدله. انا هنا كنت خلصت ولمعت، وهبتدي بقى ايه. انا بحب المع الاول من فوق، انضف كل حاجه من فوق، وبعد كده اخر حاجه بشتغل فيها الارضيات تحت. هنا الكرسيين دول اللي قدام باب الشقه، طبعا بييجوا يحطوا الشنط عليهم، بيقعدوا عليهم يلبسوا الشوزات كده، فانا لازم انضفهم والمعهم. خش بقى على الركن التالت، الركن اللي برضو زي ما احنا شايفين كده، الركن بتاع الرياضة. الركن بتاع الرياضة، المروحة غطيتها لان طبعا الجو لسه ما حررش. هما فاكرين خلاص شوية شمس وشوية حر، خلاص الجو بقى حر. احنا عندنا هنا في اسكندرية الجو فعلا يعني الصبح قوي تلاقوا ساقعة، يجي مثلا على الساعة 10 الصبح لحد العصر كده تلاقوه بقى حر جدا وشمس، ومش طايقين بقى هدومنا كأننا في الصيف. بعد كده يبتدي يسقع تاني من بعد ايه، من بعد المغرب كده. فخلي بالنا يا جماعة، عشان الجو ده جو عيا. فاولادنا يا ريت يعني نحاول، وانا هحاول مع اولادي اللي هم ما يخففوش، لان هم النهارده كانوا بيقولوا ماما طلعينا هدوم الصيف. بس طبعا لسه هدوم الصيف بدري عليها شوية، عشان دي نوة حر كده وهنرجع للسقعة تاني. فربنا يعدي الايام دي، وخصوصا خصوصا ايام الامتحانات على خير. فانا للاسف ولادي بيجوا دايما ايام الامتحانات بيبقوا تعبانين، فيعني موعودين، بحس ان احنا بيتعمدوا الحمد لله. فانا بحاول على قد ما اقدر احافظ عليهم يعني، عشان يكونوا فايقين كده. هنا انا بقى بشفط الارض بتاعت السفرة. انا شلت جزء من الكراسي وهجيب كل اللي تحت الترابيزة. وهنا كنت خلصت ورصيت الكراسي الحمد لله. وزي ما قلت لكم المطبخ عندي كان نضيف، هي الرخامة دي بس ايه هلمعها كده.
بحب اشيل كل حاجة والمع، يعني مبحبش المع بصراحة من على الوش، لا. الرخامات بالذات يعني لازم اشيل كل حاجة والمع، لان انتي لو لمعتي من على الوش هيبقى تحت برضو فيه. فانا ايدي على طول في الرخامات، عشان كده تلاقيها دايما، لان انا زي ما انتوا شايفين كده المطبخ بتاعي مفتوح، فعلى طول ايدي فيها عشان ما يبقاش فيه دهون، يعني على طول باستمرار. اي اكله بعملها حتى لو بسيطه تلاقوني امسح مكاني، امسح الرخامه، امسح البوتاجاز. خلاص اتعودت، فاهم؟ اللي هيتعود على كده هيلاقي نفسه لوحده حتى لو عمل اكله خفيفه لازم. والمشاية دي انا بحب افرشها طبعا على الحرف، عشان الحرف بتاع الكفرات بتاعي ابيض، فما يتبهدلش من الولاد ولا مننا برضو. هنا الحمد لله اللهم لك الحمد كنت خلصت. خلاص المدرسة بقى خلاص، هنا بوريكم البيت. الحمد لله اللهم لك الحمد، خلاص تمت المهمة بنجاح. ما تنسوش بقى يا حبايبي تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي حابب المحتوى ده ياريت ياريت يكتب لي في التعليقات.